السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في تصريحات صحفية تفاعل معها الآلاف من الجزائريين لأنها عبرت عن الحقيقة الدبلوماسية التي تعيشها الجزائر حاليا من ضغوطات سياسية واقتصادية وعسكرية سواء بالداخل أو بالخارج. فقد أكد المنسق العام لندوة الكرامة الإفريقية المنبثقة عن اللقاء الطلاب الجزائري الإفريقي والذي نظمته جامعة سعد دحلب في ولاية البليدة بالأمس بأن الجزائر تدفع اليوم ثمن التزامها بمبادئها ومواقفها الثابتة والراسخة تجاه القضايا الدولية العادلة، وتدفع أيضا ضريبة تشبثها وتمسكها ببعدها وانتمائها الإفريقي، حيث أكد جمال بن ذكري على أن مواقف الجزائر ومبادئها السامية تجاه القضايا الدولية العادلة جعلتها تعيش في أزمات من افتعال قوى ولوبيات وأبواق محور الشرق، وأيضا من بعض الطغم العسكرية الانقلابية في دول يدعمها الكيان الصهيوني والتحالفات مع نظام المخزن، وكذلك المستعمر الفرنسي الذي يسعى لضرب علاقات الجزائر في منطقة الساحل الإفريقي والعودة لنهب ثرواتهم بحجة الإرهاب. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.